عمرك فكرت ان ممكن تكون احسن طريقه للنجاح مش انك تشتغل اكتر لكن تشتغل اقل؟ موضوع فيديو النهارده هنتكلم عن كتاب جميل جدا. ايوه، الكتاب اللي هنتكلم عليه النهارده عنوانه لوحده كسر القاعده، اعمل اقل تنجح اكتر، للكاتب إرني زيلينسكي. بيقول ان السر الحقيقي للنجاح مش في العمل المستمر اللي بيستنزفك، لكن في الراحه والتفكير والتخطيط الذكي. النهارده هنعرف ازاي ان الكسل مش عيب، لكن اداه لو استغلتها صح ممكن تغير حياتك للاحسن. جهز قهوتك يلا وتعالى نغوص في الكتاب الجميل ده. الكاتب بيبدأ بفكرة صادمة جدا: الشغل الكتير مش دايما دليل على الإنتاجية. في ناس شغلهم طول اليوم لكن إنجازاتهم ضعيفة لأنهم مركزين على الكمية بدل الجودة. الفكرة هنا إنك تركز على المهام اللي فعلا مهمة وتسيب الباقي. زي ما بيقولوا مش كل حاجة تستاهل وقتك. أول حاجة لازم نعرفها هي إن الشغل الكتير مش معناه إنك هتنجح أكتر. يعني لو عندك يوم مليان مهام شغلك ومش فاضل حاجة تانية، ده مش هيخليك تنجح أكتر، ده بالعكس هيخليك توصل لمرحلة إنك هتكون مستنزف جسديا ونفسيا لدرجة إنك مش هتكون مركز أو تكون منتج. لكن لما تبدأ تفكر في الوقت اللي بتضيعه في حاجات مفيش ليها قيمه، هتبدا تدرك انك لو ركزت في الحاجات المهمه واللي هتديك نتائج حقيقيه هتلاقي نفسك بتنجح اسرع. في ناس بتقضي ساعات طويله في شغل ملوش قيمه او في حاجات تانية بتشتت انتباههم من غير ما يكون عندهم خطه واضحه او رؤيه للهدف اللي عاوزين يوصلوا له. المهم هنا انك تكون عارف كل لحظه بتضيعها رايحه فين، وما تخليش الحياه تمشي من غير ما تستفيد منها. انت ممكن تكون انسان شاطر وذكي، بس لو ما عندكش قدره في اداره وقتك بشكل ذكي هتلاقي نفسك تعبان ومش قادر تكمل. الراحه مش رفاهيه، الراحه هي اللي بتخليك تقدر تشتغل بكفاءة أكبر. حتى لما يكون الواحد في وقت راحة مش معناها إن بيضيع وقته، بالعكس الراحة دي ممكن تخلي دماغك تشتغل أفضل لما ترجع تشتغل تاني. الناس اللي بيشتغلوا طول الوقت من غير توقف بيحسوا في الآخر إنهم مش قادرين يحققوا حاجات كتير ومش قادرين يفكروا بشكل إبداعي. لكن لما تدي لنفسك فرصة للراحة أو حتى يوم أو يومين للأجازة هترجع تفكر بشكل أوضح وهتلاقي حلول جديدة للمشاكل اللي كنت مش قادر تحلها قبل كده. في ناس بيعتقدوا إنهم لو وقفوا ولو لحظة هيضيعوا وقتهم، بس الحقيقة العكس تماما. لما تقف وتخطط بشكل جيد ده بيخليك تشتغل بذكاء مش بجهد، لانك لما تبقى عارف هتعمل ايه بالظبط وتكون محدد اولوياتك هتقدر تشتغل بسرعه وكفاءه اكبر. الناس الناجحه بيكون عندهم القدره على التوقف والتفكير قبل ما يتحركوا. يعني مثلا لو هتبدا مشروع جديد او هتعمل حاجه كبيره في حياتك ما تبداش على طول، خد وقتك عشان تخطط وتفكر في كل خطوه هتعملها. كالعاده لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه وعجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه وتعملها لايك وشكرا. الحاجه اللي الناس بيغفلوا عنها كتير هي التوازن بين الحياه الشخصيه والشغل. يعني لو كنت شغال 24 ساعه في اليوم ومفيش وقتك لحياتك الخاصه او للراحه او للهوايات ده يخليك تحس انك مش دايما مبسوط ومش قادر تستمتع بحياتك. لما تلاقي وقت لحياتك الشخصيه او لشغفك الشخصي ده هيرجع ليك بنشاط كبير، ولما يكون عندك وقت لهواياتك او لحاجات تحب تعملها هتحس انك متجدد وهترجع للشغل بحماس اكبر. مش كل شغل معناه انتاجيه. لو بتعمل شغل كتير من غير ما يكون ليه نتيجه ملموسه يبقى ده مفيش منه. لازم تركز على الحاجات اللي هتديك اقصى استفاده. مثال بسيط: لو في شغل ليك عندك وبتشتغل عليه حاول تشوف ازاي هتقدر تخلصه بسرعه من غير ما تضيع وقت، وده بيجي انك تحدد اولوياتك بذكاء وتقسم مهامك الكبيره لعده مهام صغيره عشان تبقى قادر تركز على كل نقطه على حده. في ناس دايما عاوزين يقولوا نعم لكل حاجه سواء ان كان طلب للناس او مهمه اضافيه للشغل، بس الحقيقه لما تكون دايما بتوافق على كل حاجه هتلاقي نفسك محاصر وضغطك بيزيد. مهم جدا انك تتعلم تقول لا. اغلب فيديوهاتي قايلها لك. لما تحس ان في حاجه مش هتفيدك او مش هتساعدك انك توصل لهدفك، لو قدرت ترفض الحاجات الغير ضروريه هتقدر تركز على حاجات اكثر اهميه. ممكن تكون مشغول طول الوقت وتفكر في المستقبل او تعيش في ماضيك، لكن الحقيقه انك لو عايز تحس بالنجاح وتكون سعيد لازم تركز في اللحظه الحاليه. لو دايما بتفكر في المستقبل او في الحاجات اللي فاتت هتلاقي نفسك مش قادر تستمتع باللي في ايدك دلوقتي. الروتين هو اللي بيخلي حياتنا ماشيه بانتظام، لكن لو كان روتينك ممل ومكرر بشكل مفرط ده يخليك تحس بالملل. الحل هنا انك تبني روتين مرن، يعني ممكن تضيف فيه وقت للراحه او حتى وقت لممارسه هوايه بتحبها. لو الروتين بتاعك مريح ومرتب هتلاقي نفسك بتعمل كل حاجه اسهل واسرع. مش كل حاجه في حياتك تستاهل انك تبذل فيها مجهود. في حاجات لو ركزت فيها هتفرق معاك وفي حاجات تانية مجرد تضييع وقت. يعني حاول تحدد ايه اللي بيساعدك فعلا انك تحقق اهدافك وتركز عليه، والباقي مش ضروري. لو فضلت تضيع وقتك على حاجات كتير من غير فايده هتحس انك مش بتوصل لاي حاجه في الاخر، لكن لو ركزت في الحاجات الاساسيه هتحس بانجاز وسعاده. في النهايه الموضوع كله بتركز في ان النجاح مش مربوط بالشغل الكتير. كتاب اعمل اقل تنجح اكتر بيغير تفكيرنا التقليدي عن النجاح. كاتب بيقول ان الذكاء في اداره الوقت والتوازن بين الشغل والراحه والاستمتاع بالحياه هم المفاتيح الاساسيه للنجاح. النصيحه اللي عاوز اختم بيها: ما تخليش الشغل يستهلك كل وقتك. زي ما بيقولوا ارتاح شويه، الحياه مش سباق. فكر في حياتك وحدد اولوياتك واستمتع بالرحله مش بالهدف. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش بقى تعمل لنا اشتراك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.